السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بألف خير. وصفة النهاردة حلوة جدا 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 للأطفال من عمر سنة لحد 35 سنة. هعمل معاكم النهاردة بان كيك صحي مفهوش سعرات حرارية عالية، وكمان حلو جدا للأطفال والناس اللي بتعمل دايت، هيكون سناك حلو جدا جدا ليهم. وكمان هوريكي ازاي تعملي أشكال حلوة زي دي كده للأطفال علشان يحبوها وياكلوا منها على طول. انا هاجر، لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو. هنحتاج شوفان حبة كاملة زي ده كده، مش المطحون، علشان نستفيد بالفوائد بتاعته. ومعانا كمان واحدة بيض، ومعانا موزة واحدة بس، وفانيليا سائلة زي دي كده. وكمان هنحتاج لبن وبس كده. دي كل المكونات اللي هنحتاجها للوصفة. طبعا لو عندنا اي طفل مش بيحب البيض تقدروا تدخلوه في وصفات كتير زي دي كده. ولو عجبتكم الفكرة اكتبولي في الكومنتات واعمل لكم وصفات تانية اكتر مناسبة للاطفال الصغيرين. هنستخدم الهاند بلندر او الخلاط المتاح عندكم، تقدروا تستعملوه. اول حاجة هنحط الموزة وعليها واحدة البيض، وبعد كده هننزل عليها بشوية من الفانيليا السائلة، شوية صغيرين زي ما شفتوا كده. وطبعا احنا بنحط الفانيليا علشان الزفارة بتاعة البيض. كده مش ناقص لنا غير الشوفان واللبن. هاخد نص كوباية من الشوفان الحبة الكاملة زي ما قلنا. طبعا موجود منه براندات كتيرة جدا، وفي كمان منه سايب عند العطار. شوفوا اللي انتم مجربينه بتحبوه هاتوه واستعملوه. الشوفان طبعا مفيد جدا جدا للأطفال، وفيه ألياف حلوة جدا جدا وبيشبع، فيفضل ان انتوا تستعملوه في وصفات كتير. وزي ما قلت لكم لو حابين اعمل لكم بيه حاجات اكتر اكتبولي، وان شاء الله هعمل لكم وصفات كتيرة جدا بالشوفان. واخر حاجة معانا هي نص كوباية من اللبن، هنزودها على كل المكونات اللي حطيناها وبس كده، مش بنزود اي حاجة تاني. بعد كده هنضرب المكونات دي كلها بالهاند بلندر كويس جدا. الموضوع ممكن ياخد معانا من 3 ل 4 دقايق، بس مهم ان احنا نضربهم كويس جدا جدا لحد ما الخليط كله يبقى ناعم ومفهوش اي تكتلات. وزي ما شفتوا انا ما حطيتش فيها اي سكر، علشان عايزة البانكيك الاساسية بتاعتي ما يكونش فيها سعرات حرارية عالية. وبعد ما تجهز نقدر نزينها باي حاجة، سواء فاكهة او عسل نحل زي ما انتوا عايزين. وزي ما هتشوفوا برضو هوريكم هنعمل فيها ايه مع بعض. كده انا خلاص خلصت، ضربتها كويس جدا جدا بالهاند بلندر. زي ما شفتوا القوام بتاعها ناعم خالص وكريمي زي ما انتوا شايفين. ده بالظبط القوام اللي احنا عايزين نوصله في الاخر. محتاجتش ان انا لا ازود لبن ولا ازود شوفان، القوام مظبوط. فانتوا التزموا بالمقادير اللي قلتلكم عليها وهيطلع معاكم مظبوط وناجح من اول مرة. انا فضيت الخليط في حاجة ليها بوز بالشكل ده كده علشان يكون سهل وانا بصب في الطاسة، فانتوا برضو اعملوا كده عشان يبقى سهل عليكم. هنستعمل طاسة غير قابلة للصق، وبس برضو هندهنها بشوية زيت صغيرين كويس جدا علشان البانكيك ما يلزقش معانا ويكون سهل واحنا بنقلبه على الناحية التانية. هنسيب الطاسة تسخن شوية على درجة حرارة متوسطة، وبعد كده هنهدي النار عليها ونبدأ ننزل بالخليط بتاع البانكيك بالشكل ده كده. ده طبعا الشكل المدور التقليدي بتاع البانكيك. هنلاحظ ان هو عمل بابلز كده بالشكل ده. هنقلبه على الناحية التانية علشان ياخد لون من الناحيتين. اهم حاجة النار تكون هادية علشان ما يغمقش معاكوا قوي. عايزة اقول لكم ان ريحته وشكله حلو جدا جدا جدا. تعالوا اوريكم الشكل التاني. بنعمل نفس الدايرة بتاعة البانكيك، بس نبدأ ننزل من الاطراف كده بدايرتين صغيرين زي ما انتوا شايفين، عشان تدي معانا شكل ميكي او دبدوب زي ما انتوا شايفين كده. وعلى فكرة الاطفال بيتبسطوا جدا بالحاجات دي وبتشجعهم ان هم ياكلوا، خاصة ان احنا عارفين هي معمولة ازاي وحاطين فيها حاجات صحية ومفيدة ليهم. فهيتبسطوا جدا وهنشجعهم ان هم ياكلوا. فحاجة حلوة ان احنا نعمل لهم كده حاجات حلوة يحبوها ويتبسطوا منها وكمان ياكلوا، علشان طبعا اكيد كل الاطفال بيتعبونا جدا في الاكل. هنخلص بقى الكمية كلها اللي معانا بالشكل اللي انتوا حابينه، سواء المدور او الشكل ده، او لو حابين تبتكروا شكل تالت مفيش اي مشكلة. اي حاجة بتحبوها اعملوها. الشكل ده طلع حلو جدا جدا، وكمان لما زيناه في الاخر بقى شكله جميل. تابعوا معايا هتشوفوا هنعمله ازاي. عملت 3 اشكال من شكل الدبدوب، وهنا باقي الكمية هبدأ اعملها بالشكل المدور ده، وهخلصها كلها بالشكل ده. وكده خلصت الكمية كلها. شكلها حلو جدا زي ما انتوا شايفين كده، وعملت معايا كمية كويسة. بصوا العجينة بتاعتها طرية وحلوة ازاي. بجد عجبتني جدا جدا ملمسها وقوامها، وكمان ريحتها حلوة قوي. واهم حاجة ان هي عجبت ليليا الحمد لله.
هنبدأ ان احنا نزينها. اي فاكهة موجودة عندكم هتنفع. انا كان عندي موز وتفاح وعنب، بدأت ان انا اقطعهم وهبدأ ان انا ازين بيهم. زينوها باي شكل تحبوه. انا حطيت موز كده على الوش، وهبدأ احط شرايح تفاح حوالين البانكيك. اهم حاجة ان انتوا تزينوا الطبق بشكل حلو يفتح نفس الاطفال على الاكل. ومش بس الاطفال، لو هتقدموها لحد لازم تقدموا الطبق بشكل حلو يفتح نفسه، زي ما انتوا عارفين العين بتاكل الاول. وبدأت احط كمان شوية من العنب حوالين البانكيك. بس عايزة اقول لكم على حاجة، انا مش بفضل الوصفة دي للاطفال اقل من السنة، لان هي فيها بيضة كاملة وهم مش بياكلوا قبل السنة البيضة كاملة. وهنا كنت غيرت رأيي وحطيت موزة واحدة، حسيت شكلها احلى. وهبدأ احط كمان كام شريحة تفاح قدام كده علشان تدي شكل حلو. شايفين الجمال بقى والحلاوة؟ حلوة جدا جدا. لو رحتوا اكلتوها في كافيه مش هتتقدم احلى من كده. ممكن نقدمها كده من غير ما نحط عليها عسل نحل، نكتفي بالسكر اللي موجود في الفاكهة. وممكن نحط عليها عسل نحل زي ما انتوا عايزين، ده ينفع وده ينفع. وطبعا الاطفال بعد سنة عادي بياكلوا معانا العسل النحل. شايفين الجمال والحلاوة بقى؟ في احلى من كده؟ شكلها بجد عاجبني جدا جدا، وعايزة اقول لكم ان طعمها كان تحفة. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو عشان انتوا بتكسلوا شوية. تعالوا بقى ندخل على الشكل التاني ونشوف هنعمل فيه ايه. شكله بجد كيوت قوي، والاطفال بجد هيحبوه جدا. مش الاطفال قوي يعني، زي ما قلنا لحد 35 سنة كده. اول شكل من التلاتة، هجيب شريحة الموز واحطها كده كأنها بق. وجبت كمان واحدة العنب وقسمتها نصين بالشكل ده كده، وهبدأ احطهم كأنهم عينين. وطبعا مش هنسيب بقه كده، لازم نعمل له شنب كده صغنن. جبت حتتين تفاح صغيرين كده وهبدأ احطهم فوق شريحة الموزة، قال يعني بقى عنده شنب يعني. شكله عسول جدا زي ما انتوا شايفين، حاجات بسيطة جدا بس عطت شكل حلو هيفرح الاطفال. تاني شكل هو قريب شوية للاولاني، بس الاختلاف اللي فيه ان انا زودت عليه نوتيلا. دي حاجة اختيارية، حابين تزودوها تمام، مش حابين عادي جدا مفيش مشكلة. بصوا بظهر المعلقة كده اخدت شوية صغيرين وهبدأ احطهم مكان العينين. بصوا هي كمية بسيطة جدا يعني لا تذكر، بس ايه، تدي طعم شوية حلو وتفرق شوية عن الاشكال التانية. وهاجي برضو عند الموزة احط عليها شوية صغيرين من النوتيلا زي ما انتوا شايفين كده، حبة صغيرين خالص. اخر حاجة برضو للشكل ده، هنجيب العنب ونقسمه نصين ونبدأ نحط واحدة كده فوق البق، ووحدتين كمان عند العين. بس كده. هو قريب قوي للشكل الاولاني، بس الفرق ان احنا زودنا شوية من النوتيلا تغير الطعم شوية. تالت شكل معانا هخليه مختلف شوية عن الاتنين التانيين. هبدأ ان انا اغطي قطعة البانكيك كلها بقطع الفاكهة. زي ما انتوا شايفين كده، هحط شرايح التفاح وكمان الموز والعنب. العنب اللي هنا برضو قطعاه نصين علشان يبقى سهل لو الاطفال صغيرين، يكون سهل ان هم ياكلوها على طول، ما تبقاش الحبة كبيرة عليهم. وبس كده الشكل الثالث جاهز معانا. ممكن نقدمه زي ما هو كده، وممكن نحط عليه عسل نحل، ده ينفع وده ينفع اللي انتوا حابينه. بصراحة انا مبسوطة جدا جدا بالفيديو النهاردة. اتبسطت جدا وانا بصوره وانا بزين البانكيك. مبسوطة قوي ان انا عملت حاجة حلوة كده لليليا، والحمد لله هي اتبسطت بيها. اتمنى تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا معايا في الفيديو النهاردة. يا ريت تبعتوا الفيديو لكل مامي عندها اطفال صغيرين علشان تعمل لهم حاجات حلوة زي دي كده وتفرحهم. وعايزة الفيديو ده بقى يتفجر لايكات. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يجيلكم كل حاجة جديدة، وان شاء الله هعمل لكم وصفات كتيرة جدا للاطفال. دي بس كده كانت البداية اللي بنسخن بيها، بس هتلاقوا حاجات تانية كتير جدا الفترة الجاية. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، وباي باي.